السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والكورة مع الكويرة. يا رب صبحنا وربحنا ومن غيرك أنت أبدا ما تفضحنا. قبل دقائق، قبل بضع ساعات من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد، يا رب صبحنا وربحنا يا رب. حال جمهور مانشستر سيتي يا رب. عندك التشكيلة بقى. ترافورد في حراسة المرمى، دياز وستونز اتنين سنتر باكات، على اليمين ريكو لويس، على الشمال ايات نوري. عندك في نص الملعب نيكو جونزاليس اللي كانت في تقارير كتيره قوي طالعه ان هو يمشي قبل بدايه الموسم، واصلا لسه جايبه في يناير اللي فات. ازاي يمشوه اصلا؟ ما عندوش ارتكاز. هنيجي بقى عندك بقى هتكلم على لاعب، احلى لاعب ارتكاز من وجهه نظر انا في الدوري الانجليزي اللي انا عاصرته، اللي حببني اصلا في مانشستر سيتي، اللي هو يايا توريه. هتكلم عليه بعد التشكيله على طول. وعندك اوسكار بوب على اليمين، ووراه ريكو لويس، وعلى الشمال اياد نوري، وقدامه مين؟ عمر مرموش. وعندك نيكو جونزاليس وتيجاني وريان شرقي. ثلاثة في نص الملعب، نيكو جونزاليس 6، تيجاني 8، تيجاني راندرز 8، وريان شرقي لعيب رقم 10. وعندك المهاجم ايرلينج هالاند. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا يا رب يا رب. عندك بقى انا بص، انزل بقى كده الاول ايه، دوس لي كده ايه سبسكرايب كده للقناه وفعل زر الجرس واعمل لايك، عشان انا جاي لك. انا اصلا عامل الفيديو ده عشان اتكلم عن مين؟ يايا توريه. يايا توريه وما ادراك ما يايا توريه. احلى لعيب محور ارتكاز في نص الملعب، عناية شافته. يايا توريه. هتقول لي جاتوزو، هقول لك يايا توريه. جاتوزو انا كنت بحبه وبعشقه وحببني في الميلان، في سي ميلان. بس يايا توريه عندي كان اللاعب رقم واحد. بص اصلا الفيديو ده كده، بص الفيديو ده. بص، بص الفاولات، بص رجليه صواريخ، تلاقي بالعقل تلاقي رجليه مظبوطه على الجول، مظبوطه. تعرفش ترقصه، تعرفش تقطع منه الكوره. بس هي مشكله بيب جوارديولا ان هو عنده مشكله اصلا مع اللعيبه الافارقه. ليه؟ انا مش عارف. يعني الراجل ده لعب من 2010 ل 2018 في مانشستر سيتي 8 سنين. لعب مع مانشيني الايطالي وبليجريني بتاع تشيلي، مدرب بليجريني. بليجريني ده كان بيحط يايا توريه وحواليه بقيه ال10 لعيبه، بقيه ال11 لعيب. يعني كان بيحط يايا توريه والباقي حواليه. ومانشيني برضو نفس النظام، كان بيحط يايا توريه والباقي حواليه. انت عندك يايا توريه ده يا جدعان فاكهه، فاكهه. انت قاعد بتتفرج عليه، قاعد بتتفرج على احسن لاعب محور ارتكاز في نص الملعب. ما انا ما اعرفش جوارديولا مشاه ليه. جوارديولا من اول سنه مسك فيها هو لعب معاه موسم واحد، موسم واحد اللي لعبوا معاه اللي هو 2018، اللي جوارديولا طلع ايه، ما خدش فيه حاجه. راح جاي ممشي مين؟ يايا توريه. شوف اهدافه ايه ده، روعه روعه روعه. يايا توريه ده حببني في مانشستر سيتي. انا كنت بحب اتفرج على مانشستر سيتي عشان يايا توريه وسيلفا. وكان معاه مين بقى؟ اغلى واحسن مدافع في العالم، فيستنتو كومباني، اللي هو مدرب بايرن ميونخ دلوقتي. انا بس كنت عامل الفيديو ده عشان خاطر يايا توريه. انا بعشق حاجه اسمها يايا توريه. ما شفتش محور ارتكاز جه بعد منه غير رودري. ورودري دلوقتي ادينا بنشوف اصابه، تلاقي السيتي واقع. من غير رودري هو رجع الماتش، هيرجع النهارده ان شاء الله قدام توتنهام، بس هيبقى احتياطي هو وفي الفودن. فربنا يكرم كده ان شاء الله يا رب. صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.